أهلا بيكم في قناتي تيسير أبو دهب. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بانيه بالفراخ والجبنة. وصفة كده طريقة سهلة جدا ولذيذة، هيبقى معانا مقرمش كده وجميل من بره وطري كله جبنة كده من جوه، حاجة كده تجنن. بس قبل ما نبدأ في الوصفة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. معانا نص كيلو من صدور الفراخ، هنحطها في الكبة كده. هنضيف معاها نص معلقة من البصل البودر، نص معلقة توم بودر، نص معلقة فلفل اسود، تعمل معلقة صغيرة، نص معلقة من البابريكا. هنضيف ملح حسب رغبتنا احنا، حوالي معلقة ونص صغيرين، ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصودا. هنضيف معلقتين كبار من البقدونس. هنفرم بقى المكونات مع بعض كويس لما تبقى معانا عجينة كده طرية ما فيهاش اي قطع من الفراخ بالشكل ده، تبقى معانا جاهزة. هنفضيها معانا في اي طبق او بولة ونبدأ نشكلها. نبل ايدنا زيت كده ما تلزقش معانا الفراخ، كورها كور متوسطة كده عشان القطعة تبقى معانا مش سميك قوي. على اي كيس بلاستيك معانا هنفردها زي ما احنا شايفين، هتبقى رقيقة شوية. هنحشيها اي جبنة عندنا، جبنة شرايح، موتزاريلا، اي نوع تفضليه. هنقفلها بالكيس برضو كده، هتبقى معانا تتقفل بكل سهولة. هنضغط على الجوانب كده عشان تتقفل معانا، عشان لما نقليها الجبنة ما تخرجش منها. هنضيفها في صينية فيها برضو كيس بلاستيك، وهنرص البانيه كده. هندخله الفريزر حوالي ساعتين. بعد كده معانا 3 حبات بيض، هنضيف عليهم رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة من البابريكا، حوالي نص كوباية من الحليب او كوب حليب على حسب الكمية اللي انت عاملاها. هنضربهم مع بعض كويس بالشكل ده كده. خليط البيض معانا، هنا معانا دقيق حوالي كوباية دقيق. هنضيف البانيه في الدقيق، بعد كده في خليط البيض واللبن. بعد كده هنخرجه في البقسماط. المتوفر عندي بالشكل ده هنرصوهم في اي صينية. لما نخلص كل الكمية عندنا زيت غزير يبقى سخن هنقليه فيه، مش هياخد معانا اكتر من 5 دقايق. لما يبقى لونه ذهبي كده معانا هنقلبه على الناحية التانية. طريقة سهلة جدا وما اخدتش معانا وقت خالص. بالشكل ده لونه بقى ذهبي معانا. هنكمل بنفس الطريقة، نقدمه مع بطاطس او مكرونة زي ما تحبي، بس هو عموما مع شوية بطاطس وكاتشب كده هيبقى خلاص كده غدوة سهلة وخفيفة، والولاد هيحبوها جدا معاكي زي ما انتوا شايفين كده. الجبنة سايحة من جوه خطيرة، متأكدة انها تعجبكم والاولاد مش هيبطلوا يطلبوها معاكم. طبقنا خلص، بسيط وسهل، بتمنى يعجبكم. لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا معانا عشان يوصل لكم كل جديد.